السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد في سلسله تايب سكريبت. وفي الفيديو ده هنتكلم عن ثلاثه من اهم التايبس الموجودين في تايب سكريبت واللي بيربطوا بشكل مباشر مع الفيديو اللي خدناه المره اللي فاتت اللي هو الوايد تايبس والنارو تايبس. فالتايبس اللي هناخدها في الفيديو ده هي تعتبر تطبيق عملي على فكره الوايد تايبس والنارو تايبس، وبتورينا اهميه النظام ده عامل ازاي في تايب سكريبت. فاول تايب هنتكلم عنه في الموضوع ده هو الاني تايب. تمام، انا سامعك اللي عارف تايب سكريبت وفاهم تايب سكريبت كويس جدا وتقول لي الاني تايب ده مش تايب سكريبت او الاني تايب ده ملوش علاقه بالوايد تايبس والنارو تايبس. هقول لك هو بالفعل، بس هو برضه بيربط في فكره مميزه هنا هنتعرف عليها دلوقتي. فتعالى كده نفهم الاني تايب عباره عن ايه. لو انا عملت لك فاريبل مثلا سميته اكس، تمام، وقلت لك ان هو التايب بتاعه اني، كون ان هو التايب بتاعه اني ده اكشن ما بيديلوش تايب معين، ده بيقول لتايب سكريبت كده انا مش عايز اتشيك على التايب ده بتاتا، سيبه يعمل اي حاجه هو عايزها. تمام، فحرفيا انا ممكن اديله مثلا null وهيشتغل معايا عادي جدا، ممكن اديله undefined وهيشتغل معايا عادي جدا، ممكن ما اديلوش قيمه واتعامل معاه وهيشتغل معايا عادي جدا. تمام، ممكن اديله قيمته مثلا تبقى string ومش هيقول لا، ممكن اديله قيمته بنمبر ومش هيقول لا، ممكن اديله قيمته باري، الري شايل مثلا ايه، شايل نمبرز وبعدها شايل strings وبعدها شايل مثلا true وفولس ومش هيقول لا. تمام، ممكن كذلك مثلا اديله اوبجكت، اوبجكت مثلا احط فيه اي كيز واي فاليوز مش هيقول ايه لا. تمام، فالدنيا عنده عادي جدا، دي عنده بيس خالص. وغير كده كمان مش هيعترض لو انا اديته اي قيمه، مش هيعترض لو انا استخدمته باي شكل. فمثلا لو جينا نجرب كده مثلا نقول ايه، نقول مثلا الاكس بتاعي اللي اسمه ان ده، وقلت لك مثلا let y هتساوي مثلا 5 او 4 زائد اكس. تمام، هتلاقي ان مفيش اي مشكله تماما، ممكن نضربه في عمليات الجمع، عمليات الضرب، عمليات القسمه، ممكن انادي عليه اي فانكشن. قلت لك مثلا x دوت to lower، تمام، to lower case، وناديت عليه كده مش هيعترض. تمام، بيتعامل كانه سترينج عادي جدا. ممكن اتعامل معاه كانه هو ذات نفسه اوبجكت واجيب من عليه مثلا بروبرتيز معينه، اقول لك مثلا هات لي من عليه النيم، هات لي من عليه الايج، مش هيقول لك لا. ممكن كذلك اتعامل معاه بالبراكت نوتيشن، اقول لك هات لي من عليه مثلا الحاجه اللي الاندكس بتاعها بواحد او باثنين او كده، تمام، اندكس واحد او اندكس اثنين وهكذا، مش هيعترض. ممكن كذلك اتعامل معاه كانه فانكشن، اقول لك اكس واعمل لها كول كده، وكذلك حتى ممكن اعمل لها كول ببارامترز اقول لها مثلا 12 واي سترينج كده ومش هيعترض. فهو حرفيا بيقفل التايب تشيكنج عليه. تمام، بيقول له ما تعملش تايب شينج على الحاجه دي واستخدمها براحتك، اتعامل معاها عادي جدا كانها اي حاجه، شوف الحاجه اللي تمشي هنا واعملها. تمام. تمام. فزي ما قلنا هو بيعمل كده، زي ما قلنا كمان هو مش تايب، يعني لان ده مش تايب. تمام، فسبب منه ان هو زي ما قلنا اللي بيقفل التايب تشيكنج، سبب تاني هنتعرف عليه في نهايه الفيديو باذن الله. طيب لو جينا للتايب اللي بعده الا وهو الانون. الانون ده تايب مهم وتايب مميز جدا في التايب سكريبت. ليه؟ لان هو الوايدست تايب في اللغه كلها. يعني ايه الوايدست تايب في اللغه كلها؟ يعني احنا لو عندنا رسمه مثلا بسيطه زي كده، جبنا مثلا ايه مربع، قلنا مثلا هي دي التايبس كلها، هي دي التايبس اللي موجوده عندي في تايب سكريبت كلها. فانا كذلك ممكن اسمي التايبس دي مثلا بدل ما اسميها تايبس اسميها ايه، unknown. هو مظله كبيره كده بيضم تحته كل التايبس التانيه. تمام، او يعني اي تايب تاني، مش هقول لك بيضم تحت كل تايب تاني، بس اي تايب تاني ممكن يكون يتحط ايه تحتيه. او مثلا لو انا عندي فاريبل من التايب unknown ممكن احط جواه اي حاجه يعتبر. فانت لو عندك مثلا ايه، عندك string، عندك string، عندك boolean، عندك number، عندك اي حاجه ممكن تتحط ايه جواه او تحت. تمام، فمثلا يعني ايه لو جبنا كده مثلا قلنا ان ايه، ان تعالى بس نجيبها ايه بينك كده، بينك، قلنا مثلا ده التايب السترينج مثلا، فممكن يتحط ايه جوه الانون عادي جدا. تمام، لو جبنا مثلا تايب تاني مثلا زي النمبر فممكن يتحط ايه جوه الانون عادي جدا. تمام، لو جبنا مثلا تايب تالت زي اي بقى اي يوزر ديفايند تايب، يوزر ديفايند تايب، فممكن يتحط جوه الانون عادي جدا. وركز النقطه دي مهمه هنرجع لها كمان شويه. تمام. تمام، فاحنا كنا بنقول ايه، كنا بنقول ان الانون عندي هو الوايدست تايب عندي. فانا مثلا لو عملت لك مثلا let x equals او x، نتاكد بس ان التايب بتاعها انون الاول. تمام، وقلت لها بتساوي، هتساوي اي شيء، فمثلا ممكن اديها string مش هتعترض. تمام، ممكن اديها number مش هتعترض، ممكن اديها object مش هتعترض، ممكن اديها array مش هتعترض، ممكن اديها اي حاجه مش هتعترض. هتبتدي تعترض امتى؟ هتبتدي تعترض لما اجي استخدمها. تمام، وده احد الفروقات ما بين الانون وما بين الاني، ان هي هتيجي تعترض لما اجي استخدمها. يعني مثلا هقول لك ان السترنج ده مثلا عباره عن ايه، اياد، او الانون ده عباره عن string قيمته اياد. لو جيت اقول لك x دوت، تمام، عايز اقول لك مثلا to lower، تمام، تو لور كيس مثلا، مع ان انا كاتب الفانكشن صح وكل حاجه صح، هيعترض هيقول لك ايه، هيقول لك اكس از اوف تايب انون، ما ينفعش استخدمها. طب استخدمها ازاي؟ لازم الاول يبقى فيه اي نوع من انواع الناروينج، لان زي ما قلنا الانون ده تايب وايد جدا، فهو ممكن يكون سترينج بس في نفس الوقت ممكن يكون اي حاجه ثانيه، ممكن يكون سترينج، ممكن يكون نمبر، ممكن يكون ليترلي اي حاجه. فانا لازم قبل ما استخدمه اعمل ايه، ناروينج، واحنا اتعلمنا الناروينج في الفيديو اللي فات. فانا مثلا لو جيت تحت كده قلت له مثلا اف ايه تايب اوف اكس ايكوال string، فانا عايزك تعمل لي ايه، عايزك تعمل لي الكلام ده. ولاحظ ان اشتغلت عادي جدا. ولو قلت له مثلا ايه، قلت له مثلا console دوت log، قلت له console دوت log للكلام ده، خدنا الاكس دوت لور كيس دي كده حطيناها في الكونسول لوج. والمفروض ان انا عندي بريتير بلجن بس هو بيشتغل بمزاجه، ففين اهو.
فورمات اون سيف، ماشي يا ريت يعني، مش هاخد فورمات، ما علينا مش موضوعنا. تمام، بس المهم ان انا عندي ايه اهي. تمام، وكده اهو لو جينا نشوف اللوجز فهتلاحظ، قلت له رن، فين الرن؟ ادي الرن. قلت له رن هيقول لي اياد، لو كانت اياد دي مثلا فيها ايه حروف كابيتال مثلا كانت هتلاقيها اشتغلت عادي جدا زي ما انت متوقع. تمام، ليه؟ لان احنا خلاص عرفناه ان هي ايه، ان هي اكس دي سترينج، فبالتالي سهل او ينفع ان انا اعمل عليها ايه تو لور كيس. تمام، فده احد الفروقات ما بين الاني وما بين الانون، ان الاني ممكن احط فيه اي حاجه، بس الانون كذلك ممكن احط فيه اي حاجه. الفرق ان انا لازم اعمل ايه، لازم قبل ما استخدم الحاجه اللي موجوده في الانون لازم اعمل لها تايب ناروينج. فعشان كده في ناس تسميه السيف اني. يعني ايه سيف اني؟ يعني هو زي الاني اقدر احط فيه اي قيمه واي حاجه، بس هو سيف ازاي؟ ان انا ما اقدرش اعمل بيه اي حاجه. يعني مثلا ما اقدرش اجيب الاكس دي مثلا في النص كده واناديها كفانكشن. تمام، هيعترض، هيقول لك ان الاكس دي انون، لازم تتصرف تعرف لي هي التايب بتاعها ايه الاول قبل ما تيجي تستخدمها، زي ما احنا عاملين هنا. تمام. تمام، وزي ما قلنا الاكس او الانون ده ممكن احط فيه اي حاجه زي ما شفنا من شويه، بس على الصعيد الاخر ما اقدرش احط اي حاجه جوه الانون، يعني ما اقدرش احط الانون نفسه جوه اي حاجه. سوري. فمثلا لو جبنا مثلا تعالى مثلا نجيب ايه، نجيب مثلا فاريبل تايب بتاعه انون زي ده كده مثلا. تمام، ده فاريبل تايب بتاعه انون ايا كان قيمته ايه. تمام، وهنجيب فاريبل تاني التايب بتاعه مثلا ايه سترينج، نقول لك مثلا واي دي نوعها سترينج. تمام، سترينج اهي، هقول لك بتساوي اكس، مش هينفع. هيقول لك ايه، هيقول لك unknown is not assignated to type string. تمام، طب لو غيرنا السترينج ده خليناه مثلا number، مش هينفع. طب لو غيرناه مثلا خليناه object، مش هينفع. طب لو غيرناه خليناه مثلا array of type مثلا string. تمام، اي حاجه مش هيرضى. ليه؟ لان زي ما قلنا unknown هو الوايدست تايب، ولو ترجع للفيديو اللي فات هتلاقي ان الوايد تايب التايب الكبير ينفع احط فيه اي حاجه صغيره. فنرجع لرسمتنا، فطلع ان الانون ممكن احط فيه string، ممكن احط فيه number، ممكن احط فيه اي يوزر ديفاين تايب، ممكن احط فيه اي حاجه. تمام، لكن العكس غير صحيح، ما ينفعش اجيب الانون واحطه جوه السترنج، لان بالعقل كده ما ينفعش اجيب الكبير واحطه جوه الصغير. مفهومه؟ مفهوم. طيب احنا دلوقتي فهمنا الانون تايب، عايزين بقى نعرف الانون تايب ده المفروض بيمثل ايه، او المفروض يعني يظهر امتى او بستخدمه امتى. تمام، الانون تايب من اسمه هو انون او حاجه غير معروفه، فهو بيمثل اي حاجه غير معروفه عندي. فانا امتى بتجيني حاجات غير معروفه؟ انا بتجيني حاجات غير معروفه نقدر نقول في اكتر من حاله، هم دول اللي بستخدم فيهم الانون. زي ايه مثلا؟ زي ان انا مثلا بكون بفتش داتا. تمام، انا لما بكون مثلا بفتش داتا من اي بي اي خارجي، بستعمل مثلا فيتش اي بي اي، بقول له مثلا عايزك تفتش من على اليو ار ال الفلاني. تمام، عايزك تفتش على اليو ار ال الفلاني، وبعد كده افك الداتا دي او اجيب منها الداتا دي از جيسون، اقول له مثلا دوت دوت ذن. تمام، اقول له دوت ذن مثلا راجع لي ريسبونس، اقول له الريسبونس ده يعمل لي ار دوت جيسون. تمام كده. المفروض العقل والمنطق بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الداتا دي انا مش عارف شكلها ايه. الداتا دي ممكن تكون مثلا اوبجكت، ممكن تكون اري، ممكن تكون سترينج، ممكن تكون حرفيا اي حاجه. فانا لما اعمل كده لقيت مثلا داتا ايكوالز الكلام ده كله. تمام، او اقول له مثلا ايه اويت الكلام ده. طبعا اويت مش هتشتغل عشان لازم نعمل فانكشن، فنعمل ايه سينج فانكشن اسمها get data، ونروح عاملين كده حاطين الكلام ده كله جواها. تمام، المفروض العقل والمنطق بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا لما اجي استخدم الداتا دي، المفروض الداتا دي تبقى اوف تايب unknown، لان انا مش عارف شكل الحاجه، بس تيجي تبص على الداتا تلاقيها اوف تايب any. ده ليه؟ ده لان حاجات زي فيتش، حاجات زي اكسيوس، وحاجات زي حاجات كتيره جدا من اللي بتفتش داتا يعني كانت موجوده او اتوجدت قبل ما الانون تايب يظهر في تايب سكريبت. الانون تايب ظهر في تايب سكريبت في 2018، لكن حاجات زي الفيتش اي بي اي، حاجات زي الانون، حاجات زي سوري، حاجات زي الفيتش اي بي اي واكسس والكلام ده طبعا ظاهره من قبلها. يعني هي اشتغلت باني لان اني كان موجود ساعتها، واني كان الاختيار الصح. تمام، لكن حاليا الاختيار الاصح هو الانون. تمام، بس طبعا ما ينفعش نغير يعني كود موجود عشان ده هيبريك حاجات كتيره موجوده دلوقتي، فاحنا بنتعامل مع اني دلوقتي. لكن انت لو جيت تبص على حاجات ثانيه، مثلا حاجات زي كي واي مثلا، في لايبراري كده اسمها كي واي كي واي. تمام، ليس هذا طبعا يعني كي واي على جيت هاب. تمام، لو جينا بصينا كده على اهو بتاعت سندر سورس، لو جينا بصينا على كي واي هتلاحظ ان هي بتحل المشكله دي. تعالى كده نشوف فين اهو. لو جيت بصيت على الدوكس بتاعتها هنا، فهي كي واي دي عباره عن ايه؟ كي واي دي عباره عن رابر فوق الفيتش اي بي اي، بيقدم لك شويه حاجات بسيطه جدا، يعني شويه ابجريدز بسيطه جدا، زي انه بيديك مثلا ميثودز. يعني مثلا بقى عندك دوت جيت دوت بوست زي اكسيوس، بيديك مثلا فكره ان اي ستاتس كود غير ال 200 بيتعامل معاك كانه ايرور، لان الفيتش ما بتعملش كده. الفيتش لازم تثرو، يعني لازم يحصل مشكله في النص عشان تثرو ايرور، ما بتعملش كده في العادي يعني. تمام، بيديك بقى مجموعه فانكشنز، نفس الفانكشنز الموجوده زي دوت جيسون دوت تكست وكل الكلام ده، بس بيسبورت الجينيركس عشان انت مثلا تدي تايب للحاجه اللي راجعه، وبيديفولت تو unknown انستيد اوف اني. فمثلا حاجه زي كده بتحل لك المشكله دي. تمام، المشكله موجوده مثلا في حاجات زي اكسس وزي الفيتش اي بي اي. فده مثلا ده مكان ممكن تلاقي فيه الانون، او مكان المفروض ان تلاقي فيه انون. انت لما تكون بتفتش حاجه من بره فانت مش عارف التايب بتاعها ايه، فالتايب بتاعها المفروض يكون انون. عندك ايه تاني مثلا؟
عندك بنفس ذات المنطق، هو ان انت لما يكون عندك حاجه مثلا محطوطه في اللوكال ستورج او محطوطه في السيشن ستورج او محطوطه مثلا جايه لك بشكل سترينج وانت عايز تبارس السترينج ده لجيسون مثلا يعني، فانت بتستخدم ايه؟ بتستخدم جيسون دوت بارس، صح؟ بتستخدم جيسون دوت بارس وبتدي له سترينج. السترينج ده المفروض ان هو بيمثل اوبجكت وبعد كده هو يرجع لك الاوبجكت ده كداتا، مثلا كونست برضه داتا اللي المفروض تبقى اوبجكت دلوقتي المفروض ترجع لك بايه؟ بالشكل ده. فطبعا انت مش عارف الشكل ده تبقى عباره عن ايه، ممكن تبقى مثلا فيها كي اسمه نيم، فيها كي اسمه ايج، فيها اي كيز باي شكل مختلف، فيها مثلا اريز ما فيهاش اريز، كل الكلام ده. فالمفروض الاصح انها ترجع لك كانون، بس لنفس ذات السبب بترجع لك كاني. ليه؟ لان جيسون دوت بارس موجوده من زمان، ولما ظهرت برضه او لما اضفنا عليها تايب سكريبت استخدمنا اني لان دي كانت الحاجه الموجوده. مكان تاني ممكن تظهر فيه الانون برضه او تقدر تستخدم فيه الانون او انت يعني يعتبر محتاج تستخدم فيه الانون، هو انت لما تكون بتعمل تايب جارد. التايب جارد كنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت وكنا قلنا هي عباره عن ايه. هي عباره عن ان انت مثلا عندك تايب مثلا ايه زي الامبلوي ده مثلا، فانا بقى عايز اسال او انا معايا تايب، التايب ده انا عايز احدد هل هو مانجر ولا هل هو امبلوي، ازاي اعرفه من اليونيون بتاعي؟ قلنا واحده من الطرق اللي ممكن نعملها هو احنا نستخدم تايب جارد. التايب جارد ده شكله عامل ازاي؟ بيبقى فانكشن وركر مثلا او از مثلا نسميه مثلا از امبلوي مثلا از امبلوي عشان تشيك عليه هل هو امبلوي ولا لا. الفانكشن دي بتاخد لك حاجه، تمام، بتاخد لك اوبجكت من الاثنين او بي جي، تمام. الاوبجكت ده احنا مش عارفين التايب بتاعه فبنديه له كانون، وبعد كده بنريتيرن اذا كان الاوبجكت ده ايه از امبلوي ولا لا، تمام، از امبلوي ولا لا. بنريتيرنها ازاي؟ بايا كانت الطريقه بقى اللي احنا هنعملها جوه، تمام. ممكن بقى تشيك على الفيلدز اللي موجوده جواه، ممكن تشيك على هل هو عنده قيمه معينه او لا، ممكن مثلا اقول لو هو عنده الامبلويز دي يبقى هو مش امبلوي يبقى هو مانجر وريتيرن الثاني والكلام ده كله، تمام. بس في اغلب المرات يعني انت تكون بتتعامل معاها مع تايب جارد بالمنظر ده بتكون بتاخد البارامتر بتاعك كانون. فالانون مفيد هنا لان الفانكشن دي تعتبر يعني ايه زي ما تقول كده انبوت اجنوستيك، او هي يعني مش مهتمه بالتايب بتاع الانبوت بتاع اللي داخلها ايه، مهتمه ان داخلها انبوت وخلاص، هي هتتصرف او تتعامل معاه جوه، تمام. تمام. فده احد الاشكال اللي ممكن نشوف فيها الانونز. شكل تاني ممكن نشوفه هو كفول باك لو انت بتستخدم الجينيركس. يعني ايه لو انت بتستخدم الجينيركس؟ يعني مثلا هقول لك على حاجه، لو انا مثلا بعمل فانكشن جينيريك، والفانكشن جينيريك هنتعرف عليها قدام يعني اكتر، لو قلت لك مثلا فانكشن مثلا اسمها تيست وقلت لك ان الفانكشن دي عباره عن جينيريك فانكشن مثلا بتاخد تايب تي وبتاخد مثلا بارامتر اوف تايب تي اللي هو كده، تمام، وبتعمل بيه شيء ما، تمام. فهي اهي فانكشن اسمها تيست بتاخد تايب تي لو انا مثلا جيت استخدمت تيست دي كده، تمام، استخدمت تيست دي كده هتلاحظ ان تيست، بص، اول لما هافر عليها التايب اللي هي واخداه ايه؟ انون، لان انا ما اديتهاش اي تايب بارامتر. لكن لما اجي اديها بقى تايب بارامتر كنمبر هنا مثلا، تمام، اديها نمبر مثلا كده هتلاحظ ان هي دلوقتي فهمت ان التايب ده نمبر ولازم تاخد حاجه هنا نوعها نمبر، ولو اديتها حاجه مش نمبر هتعترض، تمام. فده كده الايه الجينيركس مثلا او استخدام الانون في الجينيركس. وطبعا مثلا لو انت بتستخدم برضو مثلا حاجه من الجينيركس اللي موجوده فعلا زي مثلا array دوت ماب، array دوت مش عارف ايه، وهي الاري مش عارفه او الماب مش عارفه الاري اللي داخل لها عباره عن ايه، فغالبا بالديفولت الانون هي كمان. فده الاشكال اللي انت بتلاقي فيها الانون. فمن كل ده تقدر تشوف ان الانون حاجه مفيده جدا 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 يعني، تمام. مفيده بانها بتخليني اقدر اتعامل مع الحاجات اللي انا مش عارف شكلها ايه، تمام، الحاجات مثلا زي الاوبجكتس اللي جايه لي من بره او الحاجات اللي انا بسحبها من لوكال ستورج او كده يعني. وغير كده كمان بتخليني اقدر اتعامل معاها بشكل امن. يعني مثلا لو انا عارف ان الحاجه دي جايه لي من اي بي اي مثلا، فانا ما اقدرش اتعامل معاها غير لما اثبت شكلها، غير لما اقول لها ان انت التايب بتاعك كذا، غير لما اكاست التايب بتاع الحاجه انا عارفها، تمام. ما اقدرش اتعامل معاها كده وخلاص لان هتديني ايه؟ ايرورز. فدي من فوائد القانون ودي فايده كبيره جدا جدا جدا، تضمن ان انت يعني ايه ما بتشتغلش عليها كده وخلاص، لان انت عارف شكل او تايب كل حاجه عندك في الابلكيشن بتاعك، انها بتضمن لك ان التايب سيفتي بتفلو بشكل كويس عندك جوه الابلكيشن، عكس مثلا حاجه زي الاني زي ما انت شفت مثلا كانت تبقى اني تايب واقدر اتعامل معاه باي شكل من الاشكال، اقدر احط عليه بروبرتيز، اقدر اشيل منه بروبرتيز، اقدر انادي من عليه فانكشن او اتعامل معاه كاري او غيره وغيره. معلومة أخيرة ممكن نقولها عن الأنون هو التعامل مع الأنون في اليونيونز وفي الانترسكشنز. يعني إيه؟ يعني أنا هوريك على الرسمة الأول قبل ما نخش في أي حاجة فيها تايب سكريبت خالص. دلوقتي أنا معايا الأنون ده أهو، والسترنج ده مثلا إيه أهو، تمام. لو أنا قلت لك أنا عايز أجيب الحاجة المشتركة اللي هي الانترسكشن ما بين الأنون وما بين السترنج، تتوقع تبقى إيه؟ قلت لك أنا عندي الأنون اللي هو كل شيء في الدنيا حرفيا، والسترنج اللي هو الحتة دي من الدنيا. أنا عايز أجيب الحاجة المشتركة ما بين الحتة دي والدنيا كلها، تبقى إيه؟ تبقى السترنج، تمام. فدي حاجه او ده بيهيفير انت بتلاحظه لو انت بتتعامل مع الانون في انترسكشنز او في يونيونز. تعالى كده نجرب مثلا نقول له مثلا عايزين نعمل تايب. التايب ده هنسميه مثلا تيست. تيست ده هيبقى عباره عن الانترسكشن ما بين الانون والسترنج. فده كان نشوف تيست ده عباره عن ايه دلوقتي. تيست ده عباره عن سترنج، لان زي ما قلت لك الانون ده هو كل حاجه في الدنيا حرفيا، والسترنج ده حته صغيره، فانت هتنترسكت الاثنين دول او تجيب المشترك ما بينهم فيطلع لك الايه؟ السترنج. طب تعالى نجرب العكس. لو قلت لك انا عايز اجمع او ادمج، تمام، اقول لك ان الحاجه دي ممكن تكون يا سترنج يا اي حاجه في الدنيا، فنتيجه ده هتكون ايه؟ او نقدر نسمبليفاي ده في ايه؟ في اي حاجه في الدنيا اللي هي الانون. فانت مثلا لو عندك ايه؟ طيب كده اسمه، تمام، اسمه تيست 2. تيست 2 وقلت له ان تيست 2 ده هيبقى مش الانترسكشن بقى، هيبقى اليونيون او عباره عن انون او نقدر نقول
يعني unknown مدموجه مع string، تمام، والمشترك اللي نجمعهم الاثنين مع بعض، يعني نعمل لهم يونيون مع بعض، فالنتيجه هتبقى ايه؟ تبقى unknown، لان الunknown ده زي ما قلنا هو حاجه كبيره جدا، فبيكونسيوم اي حاجه ثانيه معاه في اليونيون بتاعه. تمام. ودي تقريبا كل حاجه معانا عن الايه؟ الunknown. نخش في التايب اللي بعده. التايب اللي بعده معانا هو النيفر. تمام. النيفر ده مثلا لو انا جيت عملت كده اكس قلت له التايب بتاعه نيفر، تمام، فده كده ايه التايب بتاعنا. النيفر ده عباره عن ايه؟ النيفر ده هو عباره عن اضيق تايب موجود في التايب سكريبت. يعني زي ما الانون عندنا كان اكبر تايب في تايب سكريبت، النيفر عندنا كان اضيق تايب في تايب سكريبت. وفي معلومه صغيره كده على التايب سكريبت دوكس تقول لك ان النيفر ده من كتر ما هو اضيق تايب في تايب سكريبت فهو موجود جوه كل تايب تاني. تمام. على عكس مثلا الانون، مش انا قلت لك ان الانون هو ممكن تقول ان هو مظله كبيره وتحتيه كل تايب تاني، فالنيفر بقى العكس، النيفر موجوده جوه كل تايب تاني من كتر ما هي ضيقه ومن كتر ما هي صغيره. تمام. مثلا هنعمل كده، مثلا نكتب مثلا ان دي هي الايه، عايزين بس نكتب كده جواها نقول ان دي النيفر. تمام. فالنيفر دي مثلا من كتر ما صغيره موجوده هنا، تمام، وموجوده مع النمبرز وموجوده مع السترنج وموجوده مع كل حاجه ثانيه من كتر ما هي صغيره. تمام. وكذلك موجوده في كل يونيون. موجوده في كل يونيون ازاي؟ انت لو عملت لي مثلا كده ايه يونيون، مثلا قلت لي مثلا تايب مثلا نسميه تيست مره ثانيه، وقلت لي مثلا ان التيست ده عباره عن ايه؟ عباره عن وليكن مثلا string مع number. تمام. فهو بشكل امبليسيت هتلاقي ان انت عندك نيفر كمان موجوده في اليونيون بتاعك ده. تمام. حتى لو بصيت كده مش موجوده، بس هي تعتبر موجوده. ليه؟ لانها صغيره ما فيه كفايه انها تتحط في اي حته. تمام. فهي ممكن تكون في اي حاجه حرفيا، او يعني ممكن نصيغها بشكل تاني ان النيفر صغيره ما فيه كفايه انها ممكن تتحط كقيمه لاي تايب تاني. تمام. لانها زي ما قلنا اضيق تايب في تايب سكريبت، وزي ما احنا عارفين التايب الصغير او التايب الضيق ممكن يتحط في اي تايب تاني اوسع منه. وبما ان النيفر دي اضيق تايب فهي ممكن تتحط حرفيا في اي تايب تاني. يعني انت مثلا ممكن يبقى عندك كده، ممكن يبقى عندك مثلا ليت اكس. اكس ده سترينج، السترينج ده ممكن تساويه بحاجه نوعها نيفر. تعالى كده نجرب، نقول له مثلا ليت هنسميها ان اوف تايب نيفر. تمام. ونعمل كده نقول له هل السترينج ده ينفع احط فيه ان؟ يقول لك ينفع عادي جدا. بس هو ايه المشكله هنا؟ المشكله هنا ان ان واز نوت اسايند، يعني مش واخده قيمه. وانا طبعا ما ينفعش اديها قيمه. ليه؟ لان هي نيفر ما ينفعش تاخد اي قيمه اصلا، مفيش قيمه هتتحط جواها. تمام. لكن مثلا ده لو سترينج ينفع لو كان ده نمبر هينفع لو كان ده مثلا اوبجكت، هينفع لو كان ده ايه، مثلا لو كان ده اري باي شكل من الاشكال، مثلا اري اوف سترينج، مثلا سترينج اري، هينفع كل حاجه معاك هتنفع. لان النيفر زي ما قلنا اضيق تايب في التايب سكريبت. وعلى الصعيد الاخر ما ينفعش تعمل العكس. يعني مثلا ما ينفعش يبقى عندي اكس ده كده، تمام، ما ينفعش يبقى عندي اكس ده مثلا التايب بتاعه وات ايفر، واجي احطه مثلا ايه كفاليو للاكس. بص يقول لك هنا ايه، يقول لك ايه سترينج از نوت اساينبل تايب نيفر، ولا سترينج اري، ولا سترينج عادي، ولا نمبر، تمام، نمبر، ولا طبعا ايه بوليان، ولا unknown، ولا اي حاجه. تمام. ما ينفعش اجيب اي حاجه احطها ايه كفاليو للان. الحاجه الوحيده اللي ينفع اديها لها كتايب هو ان، او كفاليو يعني، هو ان يكون في فاريبل تاني نوعه نيفر ينفع اديه لها كايه كقيمه. لاحظ هو هنا اهو، هنا شال التايب ايرور، بس هو بيقول لك ان هو ايه نوت اساين، ان انت تستخدمه قبل ما تاساين. فدي عادي مش مشكله بالنسبه لنا. طيب بعد ما اخدنا فكره عن النيفر تايب، عايزين بقى نفهم النيفر تايب ده بيمثل لنا ايه في الكود عندنا. النيفر تايب بيمثل لنا الحاجات اللي كان نيفر هابن، او الحاجات اللي المفروض ما تحصلش، اللي مستحيل تحصل. زي ايه مثلا؟ زي انا عندي حاجات كتيره جدا في الكود المفروض ما تحصلش. يعني ابسط مثال عليها هو انا عندي مثلا فانكشن، الفانكشن دي المفروض انها ما تريترنش اي حاجه. تمام. زي ايه؟ زي مثلا زي كده، هل انا مثلا لما اكتب فانكشن وبعدين ما احطلهاش ريتيرن هل دي فانكشن مش بتريترن حاجه؟ لا. تعالى كده مثلا نكتب فانكشن بسيطه كده تيست كده كده، هل الفانكشن دي كده مش بتريترن اي حاجه؟ لا. الفانكشن دي في الجافا سكريبت بتريترن undefined. تمام. طب انا ازاي يبقى عندي فانكشن مش بتريترن اي حاجه؟ لو الفانكشن دي مثلا كانت بتثرو ايرور مثلا، ده ابسط مثال عليها، مثلا بقول ثرو نيو ايرور. تمام. الفانكشن دي هتثرو نيو ايرور، وتثرو ايرور باي ايه؟ باي مسج، لك مثلا ان ايرور occurred. تمام. فالفانكشن دي كده بتثرو ايه؟ بتثرو ايرور. فالمفروض ان تايب سكريبت تفهم حاجه زي كده، وتفهم ان الفانكشن دي مش هتوصل لاخرها ابدا بتاتا يعني، فهي بتثرو ايرور، فبالتالي عمرها ما هتريترن. فالمفروض ان الريتيرن تايب بتاعها يبقى ايه؟ يبقى نيفر. بس تايب سكريبت ما بتفهمش حاجه زي كده لوحدها، فنضطر ان احنا انوتيت او نديها التايب بتاعها ان هو ايه؟ نيفر، عشان نعرف تايب سكريبت ان الفانكشن دي مش بتريترن. ده احد الاشكال عليه. شكل اخر ممكن يجي يعني ايه يتبادر للذهن، يعني هو ان احنا لو عملنا فانكشن مثلا زي الجيم لوب مثلا بتاعت الالعاب، جيم لوب. الجيم لوب، هل الجيم لوب بتريترن؟ الجيم لوب مش بتريترن. الجيم لوب بتبقى عامله مثلا كوايل لوب كده، فيها ايه؟ وايل لوب شغاله انفينيتلي، وبتنفذ اللوجيك بتاع اللعبه مثلا مره كل فريم او كده. فالجيم لوب دي ما بتخلصش، ما بتخلصش غير لما اللعبه تتقفل. تمام. لما الاكسكيوشن بتاع البرنامج كله حتى مش الحته دي بس تخلص. فانا ممكن برضو اعرف تايب سكريبت حاجه زي كده بان انا اديها ايه؟ تايب نيفر. تمام. ده احد الاشكال عليه. شكل تاني برضو في استخدامات النيفر هو الاكزوستيف تشيكنج. تمام. الاكزوستيف تشيكنج ده يعني ايه؟ انت لما يكون عندك الحاجه دي مثلا واخده تايب يونيون، فانت بتتشيك على الممبرز بتوع اليونيون دول. فانت لما تتشيك على كل الممبرز بتوع اليونيون يتفضل لك قيمه ايه في اليونيون؟ ما يتفضلكش اي حاجه غير النيفر. تمام. يعني ايه؟ يعني تعالى مثلا نديك مثال. فانا مثلا هعمل تايب، التايب ده هسميه الاين. الاين ده مثلا التايب اللي انا بالاين بيه الحاجه مثلا يمين او شمال او كده. فتايب الاين ده هيساوي ايه؟ هيساوي اما ليفت
ليفت كده string فيه left، يا اما هيساوي string فيه right. وانا عايز اعمل كود بيستخدم الكلام ده، تمام؟ فانا مثلا يبقى عندي ايه فانكشن، الفانكشن دي مثلا هسميها ايه align text مثلا. align text دي تاخد بارامتر واحد من نوع مثلا من اسمه align، من نوع الالاين اللي احنا عملناه ده، تمام؟ وانا بقى عايز ابدا اتشيك على القيم دي، فانا مثلا ممكن اقول له اف ستيتمنت كده، ادي له اف ستيتمنت بسيطه تقول له اف الاين، الالاين بتاعتي لو بتساوي، بص كده بتساوي ايه، بتساوي يا اما ليفت يا اما رايت. فانا مثلا عايز اقول له لو بتساوي ليفت، فانا مثلا هعمل console دوت لوج ايه ليفت، تمام؟ else if يعني هو لو هي مش ليفت فاذا هي هتكون ايه، لو قلت له مثلا if الالاين ما فيش عندها قيمه ثانيه غير ايه، غير غير الرايت. فلو قلت له مثلا else if لو هي رايت، انا عايزك تعمل ايه، انا عايزك تعمل نفس الكونسول لوج دي، بس هنقول ايه رايت. حد ممكن يسالني سؤال يقول لي مثلا طب انت ليه عملتها else if والelse if لما انت عارف ان هم قيمتين بس؟ هقول لك ما ممكن قدام يزيدوا، ممكن مثلا ابدا الاين سنتر، ممكن الاين توب، الاين بوتوم، ممكن اعمل اي الاين انا عايزه، تمام؟ فانا عملتها كده عشان ايه، عشان يعني تحسبا لحاجه زي كده. فالمهم يعني ان انا عندي الالاين تكست ده، تمام؟ انا غطيت حاله ان هو بيكون بيالاين للليفت والاين للرايت. لو انا جيت حطيت else هنا كده، تمام، وقلت له انا عايز اشوف الالاين ده عباره عن ايه دلوقتي، لو جيت بصيت على الالاين ده هتلاحظ ان هو ايه، نيفر، ان هو مستحيل يبقى اي حاجه ثانيه، تمام؟ هو خلاص الليفت وانا هندلت الليفت، رايت انا هندلت الرايت، فهو فاضل ايه، فاضل النيفر. تقول لي النيفر ده جه منين؟ اقول لك النيفر ده زي ما قلنا ان هو موجود عندك في كل تايب، فهو كذلك موجود عندك في كل يونيون، فكأن اليونيون بتاعك ده عباره عن النيفر، نيفر موجوده جواه. وتايب سكريبت تلقائي بتوقعها من الايه، من التايب ديفينيشنز، يعني انت كتبتها في ايدك اهو، لو جيت تبص على الاين هتلاحظ ان هو ليفت ورايت بس. فده مفيد، ده مفيد جدا. مفيد في حاجه زي ايه، مفيد في حاجه زي الكونديشنال تايبس، او ان انت تبيلد تايبس من تايب ثاني، ودي حاجه هنبص فيها قدام، هتلاقي النيفر مفيده جدا 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 في حاجه زي كده، تمام؟ تمام. في فايده ثالثه للنيفر في هذا المثال اللي قدامنا، هو ايه، هو ان انا مثلا لو افرض جيت بعد كده فعلا يعني وزودت مثلا هنا، زودت عليها ايه سنتر، تمام؟ زودت عليها سنتر، فكده انا زودت قيمه ومش بتشيك عليها بالفانكشن. انا عايز الفانكشن دي دلوقتي تيرور، تقول لي لا انت في حاجه انت نسيتها، يعني انت في عندك حاجه غلط، اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، انت نسيت. دلوقتي لو جيت بصيت على اللاين هنا هتلاحظ انها بقت سنتر عادي جدا، لان بقت قيمه محتمله فعلا. فانا اعمل حاجه زي كده ازاي، اعمل حاجه زي كده ان انا استغل ان النيفر تمام بتظهر لما تشيك على كل القيم دي ناحيه، واستغل كذلك ان النيفر ما ينفعش اساين فيها اي حاجه ليها قيمه او ليها تايب عامه يعني غير النيفر. فاعمل كده ازاي، هعمل مثلا فاريبل هسميه مثلا هنا ايه، هسميه تشيك مثلا، ان انا بتشيك بيه، تمام؟ وعامله اندرسكور عشان اعرف اللي بيستخدمه ان هو ده لا ده مش مستخدم، ده حاجه انا بتشيك بيها بس، تمام؟ وادي له التايب بتاعه نيفر، تمام؟ واقول له انت بتساوي الالاين، انت دلوقتي بتساوي الايه، الالاين. فدلوقتي هيديني ايرور، يقول لي ايه، يقول لي لان الالاين اللي انت مديوني ده التايب بتاعه سنتر، اند سنتر از نوت اساينبل تو نيفر، ده معناه ان انا نسيت اتشيك على حاجه هنا. فانا محتاج اعمل ايه، محتاج اخد اف إلس من دول، تمام؟ واجي احطها هنا، تمام؟ اتشيك على ايه، اتشيك على ان هي بتساوي سنتر ولا لا، ولو بتساوي سنتر اروح قايل له ايه، انها سنتر. بص اول ما عملت كده الايرور اتشال ليه، اتشال ان انا خلاص عملت تشيك على الليفت والرايت والسنتر، عملت اكزوستيف تشيك، فبالتالي ما فاضلش حاجه تكون موجوده هنا، تمام؟ المثال ده انت ممكن اكيد تشوفه اونلاين في اكتر من شكل واكتر من تمرين عليه يعني، تمام؟ وهنا مثلا عملناه باف ستيتمنت، وانت ممكن تشوفه كذلك بسويتش ستيتمنتس، تمام؟ فاهو ده فكره استخدام النيفر للاكزوستيف تشيكنج. انا استخدمت فاريبل نوعه نيفر وحطيت فيه القيمه، لان القيمه دي لما توصل انه تبقى بنيفر فعلا معناه ان انا تشيكيت على كل حاجه، انما لو وصلت هنا وانا في حاجه انا نسيتها او حاجه فاتتني فهي ايه، عمرها ما هتشتغل، وده هيديني تايب ايرور. وطبعا زي ما قلنا يعني النيفر يعني ايه بتشاين اكتر بكتير لما بكون ببيلد تايبس من تايبس، وده هنشوفه باذن الله قدام شويه. طيب بعد ما عرفنا الانون وعرفنا النيفر، عايزين نعمل ايه، تشيكايه بسيطه كده بس عشان نتاكد ان الايه يعني ان النيفر فعلا هي في مكانها تحت خالص، وان الانون هي في مكانها فوق خالص. لو قلت لك مثلا ليت اكس، الاكس ده اوف تايب انون، تمام؟ بعد كده عملت لك ليت واي، الواي دي اوف تايب نيفر، تمام؟ بعد كده نبص لو قلت لك مثلا اكس بتساوي الواي، هتلاحظ ان ايه، هتلاحظ انه ينفع، لان الاكس ده انون ممكن يشيل اي حاجه حرفيا، تمام؟ والواي دي نيفر، والنيفر دي المفروض انها اصغر منه، فايه فينفع تتحط فيه عادي. لو جينا نعكس قلنا له مثلا واي ايكوالز اكس، هيديك هنا بقى ايه، تايب ايرور. ليه تايب ايرور؟ لان الانون از نوت اساينبل تو نيفر، فده يثبت لنا ان الانون فعلا اكبر من النيفر. واحنا شفنا طبعا امثله كتير بتبين ان النيفر هي فعلا البوتوم تايب، بوتوم تايب يعني تحت السترنج وتحت النمبر تحت كل حاجه، هي بوتوم لكل الكلام ده، تمام؟ والانون هي التوب تايب او اكبر تايب او وايدست تايب في اللغه كلها، لان هي فوق السترنج، وفوق ممكن احط فيها سترنج، ممكن احط فيها نمبر، ممكن احط فيها اي تايب انا عندي، تمام؟ تمام. عايزين بقى نشوف الاني بتفيت ان فين في الموضوع ده. لو انا مثلا عملت لك مثلا ليت اكس، ليت مثلا ايه، الاي ده التايب بتاعه اني، وجيت اجرب كده، تعالى مثلا نشوف هل مثلا الاي ده ممكن احط فيه الاكس، تمام؟ ينفع احط فيه الاكس، ينفع احط فيه الانون. هل ده ينفع احط فيه الواي؟ ينفع احط فيه الواي برده، ما اعترضش، تمام؟ فلاحظ ان الاني اخذت النيفر واخذت الانون. كون انها اخذت النيفر ده طبيعي جدا، ده عادي جدا. طب كون انها اخذت الانون ده معناه ان هي يا اما في نفس مستواها يا اما اكبر منها، تمام؟ دي نقطه تاخدها في بالك.
طيب تعالى نعكس الايه، نجرب مثلا هات الواي مثلا نحاول نحط فيها الاي، هل ينفع اعمل حاجه زي كده؟ هيقول لك لا، لان الاني ما ينفعش تحط فيه النيفر فعلا اضيق طيب، وحتى اضيق من الاني تمام. لكن هل مثلا ينفع اجيب الاكس احط فيها الاي؟ هتلاحظ ان ما ادانيش اي ايرور، يعني انا ينفع اجيب الانون احطه في اني، وينفع اجيب الاني احطها في الانون تمام. هذا وان دل على ان الاني ده هي اصغر من الانون واكبر من الانون في نفس الوقت تمام، يا اما بتساوي الانون وهي ما بتساويهاش، يعني شفنا شغل فيها وهي ما بتساويش الانون تماما يعني. فالاني بقول لك في نفس الوقت اكبر من الانون واصغر من الانون، فهي يعتبر بتبريك التايب سيستم. وعشان زي كده زي ما قلت لك هي مش تايب في اللغه، هي زي كومبايلر ماكرو او حاجه بتبلغ الكومبايلر ان انا مش عايزه تشيك على التايبس في الحته دي، فما تعمليش اي تايب تشيك، فهي بتكسر كل ده. فعشان كده احنا بنفضل ان احنا ما نستخدمهاش ونستخدم بدلها الانون، اللي زي ما قلنا بنسميها ايه كمان، بنسميها احيانا السيف اني، لان هي بتقدم لي كل المزايا اللي موجوده في الاني، انها بتقدر تاخد اي تايب واقدر اتعامل مع اي تايب، حتى لو تايب جاي من بره، جاي من مكان انا مش عارفه، جاي بشكل انا مش عارفه. بس في نفس الوقت بيديني فكره السيفتي، ان انا ما اقدرش اتعامل معاه، ان انا اقدر اخزنه بس ما اقدرش اتعامل معاه على انه مثلا سترينج او لانه اوبجكت او لانه فانكشن او لانه اي حاجه، قبل ما اتشيك عليه، قبل ما اعرف هو التايب بتاعه عباره عن ايه او النوع بتاعه عباره عن ايه، فعلا اعمل له تايب اسيرشن باي شكل من الاشكال. تمام يا شباب؟ تمام. وبس كده، ده كان كل حاجه عندنا في الفيديو ده. اتمنى اشوفكم في الفيديو الجاي، ومع السلامه.